هاي everyone، عاملين ايه؟ فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة هتكون مهمة جدا، وهو موضوع المقاطعة. طبعا موضوع المقاطعة ده مهم جدا جدا، واكيد انتوا شايفين فرق قد ايه في حاجات كتير جدا. فاحنا اللي علينا اللي احنا اولا ندعي لاخواتنا ان ربنا يخلصهم من بجد الحاجات الوحشة اللي هما بيشوفوها بقالهم كتير دي، وربنا ينصرهم ان شاء الله ويخلصهم بجد من الكابوس اللي هم عايشين فيه ده. واحنا على قد ما نقدر ان احنا نقاطع الحاجات اللي احنا المفروض نقاطعها وندعي لهم. بس هو ده اللي احنا علينا، واللي بايده اللي هو يتبرع باي حاجه يتبرع. وده بس اللي احنا عايزين نقوله في موضوع المقاطعه. ولكن بقى فكره الفيديو النهارده هتكون بس في خصوص الهير كير والبادي كير وسكين كير بس. فاول حاجه عايزه اقولها لكم، يعني اللي احنا الحاجات اللي انا هقولها في فيديو النهارده دي يعني اكيد احنا كلنا عايزين تكون ليها افكت حلو على البشرة، وتكون بسعر كويس. وبصراحة هي كلها حاجات حلوة، في حاجات انا منها جربتها وفي حاجات انا مجربتهاش. ولكن بعد ما دورت كتير وشفت اراء ناس كتير في حاجات كتير جدا انا هقولها لكم الفيديو ده، فانا جمعت شوية حاجات كده اقولها لكم. وطبعا ان انتوا اللي انا الصراحة بحب ان انا اجرب بنفسي. اكيد انا باخد نصيحه من حد، ولكن بجرب بنفسي اشوف يعني في حاجه ممكن انا اقول عليها وحشه وانتوا تقولوا عليها حلوه والعكس. فاول حاجه النهارده عايزين بقى نقولها لكم، وهي اول حاجه نبدا بيها هي البشره الدهنيه والبشره المختلطه. فاحنا عايزين مثلا حاجه تكون كويسه، تقلل الدهون اللي في الوش وتخلي منظر يعني الوش والبشره بتاعنا حلو. فاول حاجه هقولها لكم واول برودكت هقوله هو ستارب، اللي هو بالتي 3 اويل، اللي هو ده كويس جدا. هو يعني بيحسن مظهر الوش، ولكن الناس اللي بشرتها مختلطه مايله للجافه ممكن يبقى معاها وحش الصراحه، لان هو بينشف الوش شويه للبشره الجافه. يعني انا اصلا بشرتي مختلطه مايله للجافه في الشتاء ومايله للدهنيه في الصيف. يعني استخدمته في فتره اللي انا جايه على الشتا دي، نشفت في وشي شويه. ولكن هو كويس جدا للبشره الدهنيه والبشره المختلطه اللي هي المايله للدهنيه، بقى كويس جدا والإفكت بتاعه حلو. بس كده. تاني حاجه بقى هنقولها وهو غسول ارجنتو كلير، اللي هو ده برضو كويس جدا. اراء ناس كتير قوي كان حلو فيه، وكان الافكت بتاعه حلو جدا على ناس كتير، وانا ناس مبسوط فيهم ان انا يعني بشوف الريفيو بتاعهم. فهو حلو فعلا وسعره مناسب جدا جدا. انا اي حاجه اقولها النهارده فهيكون الفيديو بتاعها هسيبها لكم، انتوا تدخلوا تشوفوا الاسعار بنفسكم، تدخلوا تشوفوا اي حاجه بنفسكم عايزين تشتروها من عندهم. فهو صراحه حلو قوي، واراء ناس كتير قوي كانت حلوه فيه. تالت حاجه ده برضو للبشره الدهنيه المختلطه. تالت حاجه بقى وتالت برودكت وهو من ديرماتيك، ده اللي هو بتاع البشره الدهنيه والمختلطه، اللي هو ده برضو حلو جدا من اراء ناس كتير قوي كان حلو فيها. وكمان الافكت بتاعه حلو جدا، والمكونات اللي فيه بتفيد البشره جدا، هو حلو جدا جدا. كده خلصنا من البشره الدهنيه والمختلطه. هو انا كاتبه في نوت الحاجات اللي احنا المفروض نقولها في الفيديو عشان بس ما انساش حاجه، فهتوني كل شويه ببص تحت عشان اتاكد. فكمان كده بقى هنتجه للبشره الجافه والبشره العاديه. بشره الجافه والعاديه في برضو غسول من ديرماتيك، اللي هو ده حلو جدا برضو. يعني المكونات اللي فيه حلوه قوي على البشره وبتبقى كويسه جدا، وبتخلي كمان مظهر الوش حلو ومش بتخلي البشره جافه خالص. ده حاجه. كمان في من ستارفل، اللي هو ده غسول مفروض اللي هو التفتيح. مفروض ده البشرة الأحسن، يعني يبقى البشرة الجافة والعادية. البشرة الدهنية اللي فيها حبوب يعني أنا مش بفضله قوي للبشرة الدهنية اللي فيها حبوب، اللي هي فيها حبوب أكتف. يعني اللي هي الحبوب العادية ممكن عادي يستخدمه، ولكن الحبوب الأكتف ممكن اللي هو يسيب شوية يعني حساسية أو التهاب صغير، لان هو بيفتح كويس جدا. واصلا انا بحب قوي شركه ستارفل جدا، يعني بحبهم جدا. يعني انا استخدمت من عندهم حاجات كتير وحاجات حلوه،
فانا عشان كده بقول لكم هو فعلا حلو، ولكن البشره اللي فيها حبوب اكتف ممكن يعني يعمل مشكله صغيره، ولكن برضو ده ما يمنعش انكم تجربوا بنفسكم. في برضو من ايفا طبعا كذا غسول، هما دول فيهم البشرة الجافة والبشرة العادية والبشرة المختلطة والدهنية، ففي كل حاجة من ايفا اصلا شركة فيها حاجات كتير جدا، ويعني انا هقولها لكم في الفيديو، ولكن هنقسم الموضوع يعني. في ايه تاني؟ في من شان، اللي هو ده للبشرة الجافة والبشرة العادية. بصراحة انا الغسول ده بحبه جدا جدا جدا، يعني جبته مرتين، حلو جدا وبيقعد كمان فترة طويلة وحلو اوي بجد، يعني الافكت بتاعه حلو جدا، مش بينشف البشرة بجد، يعني اي حاجة وحشة في البشرة كده بيخليه لا حلو جدا، يعني الافكت بتاعه تحفة. ده من البشرة الجافة والبشرة العادية. في كمان المرطب بتاع شان اللي هو ده للبشرة الجافة والبشرة العادية، تحفة بجد، يعني ده برضو انا جبت مع الغسول، حلو قوي بجد، الافكت بتاعه تحفة. انا كنت جايباه ساعتها في الشتاء، وكان الترتيب بتاعه كويس جدا جدا بجد، فوق الرائع بجد، حلو قوي. في كمان مرطب للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة اللي هو ده، اللي هو شان جل بقى، يعني اللي فات كان كريم، ده جل، ده برضو كويس جدا. انا برضو زي ما قلت لكم ان انا بشرتي مختلطه مايله للدهنيه في الصيف، فجبته في الصيف وكان كويس جدا، الافكت بتاعه حلو قوي قوي بجد، مش بيزيد على البشره لا اطلاقا، حلو جدا. ده كده بمناسبه الايه، الغسول الكلام ده. في بقى مرطب للبشره الدهنيه، طبعا اللي انا هقوله دلوقتي ده مقاطع، اللي هو ببانسن، اللي هو ده مقاطع، ولكن في بديل ليه لسه نازل مصر، اسمه ريتشي بانسنول، اللي هو ده فيه نفس المكونات بتاعه بانسل، فيه كمان حاجات حلوه قوي يعني بتفيد البشره، فممكن ده اللي هو ريتشي بانسنول ده للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، كمان يعني عادي ممكن البشره الجافه والعاديه يستخدموه، ولكن انا لما استخدمت ببانسل بشرتي كانت جافه ساعتها في الصيف، اللي هو مختلطه مايله بالدهنيه يعني في الصيف، حسيت اللي هو مش حلو قوي الصراحه، بحس اللي هو كانوا بيعمل ميه على الوش، ولكن الدهنيه والمختلطه هو كويس جدا. ده حاجه. طبعا بقى بشركه ايفا، في طبعا احنا كلنا بنحب موضوع اللوشن والكلام ده، فطبعا كذا حاجه من احنا كنا بنستخدمها يعني بقت مقاطعه، ولكن ايفا عامل حاجات جميله جدا، اللي هو اللوشن بتاع ايفا ده كويس جدا، كمان بيرطب الجسم حلو قوي. وكمان في من شان اللي هو البادي ميلك اللي هو ده كويس جدا برضو، كمان اي حاجه من الشام بجد وايفا بتكون تحفه بجد، يعني بحبهم قوي. وكمان في ليب بالم من ايفا اللي هي دي فيها SPF عشان تحمي الشفايف منها تسمر في الشمس وكده، دي من ايفا تمام. وفي كمان ليب بالم من شان، هي حلوه قوي قوي كمان وترطيبها جميل. وفي كمان من ستارفل احنا نسينا نقوله، يعني انا قلته في فيديو قبل كده، اللي هو كريم التفتيح، اللي هو ده للبشرة الجافة اللي هو الكريم، والبشرة العادية، وده اللي هو الجل للبشرة البشرة الدهنية والمختلطة تمام. ده للتفتيح، هيبقوا حلوين جدا. في كمان الرول اون بتاعت ستارفل، تحفة بجد، دي احلى رول اون انا استخدمتها، اللي هي دي برضو في طبعا كذا نوع وكذا ريحه، تشوفوا انتوا بتحبوا ايه وتجيبوه، كلهم صراحه حلوين قوي، والافكت بتاعهم حلو جدا جدا بجد، مش بتسمر، مش بتعمل اي مشاكل، لا بالعكس هي بتخلي الشكل حلو جدا وريحتها كويسه وثابته، هي حلوه جدا. وفي كمان رول اون من ديرماتيك اللي هي دي برضو حلوه، الافكت بتاعها حلو برضو. اوكي، عايزين نشوف ايه تاني. في كمان من ايفا اللي هو في الجل ده حلو جدا برضو، بيخلي ريحة الجسم حلوة جدا. وفي كمان ده اللي هو الشاور جل، وفي كمان شاور كريم للناس اللي مش بتحب الجل بتحب الكريم، فبرضو هيبقى حلو جدا، بيخلي ريحة الجسم حلوة، وبتخلي كمان بتخليه كده ناعم وبشرة كويسة يعني حلو. في كمان من ايفا مجموعة الهيالورونيك اسيد، اللي هو دي كلها دي مجموعة الهيالورونيك اسيد،
في غسول، وفي كمان بس انا هقولكوا في غسول، وفي مثل ووتر، وفي كمان سيرم، وفي كريم مرطب، ففي كمان حاجات للليب بالم كده، فهو كويس جدا. ده طبعا بالهيالورونيك اسيد، ده حاجه فوق الرابعه طبعا الهيالورونيك اسيد، ولكن مش كل برضو البشرات بتستخدمه. ممكن برضو يكون يعني في مشاكل برضو البشرة الدهنية اللي فيها حبوب اكتف، تمام. وفي كمان من ليت اب الغسول ده، تمام. وفي كمان الصابونة بتاعته اللي هو ده، دول للتفتيح كمان، هم حلوين جدا للتفتيح. وفي كمان الكريم التفتيح اللي هو بتاع ليت اب اللي هو ده برضو كويس جدا. بشوف لكم في حاجات انا ما قلتهاش ولا لا. اوكي، في كمان للناس بقى اللي طبعا في حاجات من الميك اب مقاطعة، ولكن في من ديرماتيك اللي هو ده الكونسيلر بتاعهم فيه درجات فاتح وغامق على حسب انتوا ما تحبوا. في كمان فاونديشن من ديرماتيك اللي هو ده برضو فيه برضو فاتح وغامق، وفيه درجات زي ما انتوا تحبوا. بس انا يعني اي حاجه قلتها في الفيديو هحطلكوا الفيديو بتاعها انتوا تشوفوا بنفسكم وتشتروا براحتكم. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واتمنى ان انا اكون فدتكم باي معلومه، وعلى قد ما نقدر فعلا ان احنا نقاطع الحاجات المفروض نقطعها. وكمان في حاجات كتير قوي انا لسه ما قلتهاش في الفيديو ده، وكمان الفيديو ده هيكون ليه جزء تاني، في حاجات للشعر وفي حاجات للبشره وفي حاجات للجسم انا لسه ما قلتهاش، فان شاء الله هنقولها في فيديو تاني. واي سؤال عايزين تسألوه على اي حاجة فتعالوا على المكان التاني، هسيب لكم اللينك برضو مع الفيديو اللي انا قلت لكم عليها. واتمنى اكون فدتكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.